السلام عليكم. النهارده الخميس وده يوم تحضيرات الاسبوع كله. يلا بينا اقول لكم الاسبوع ده حضرت ايه. قررت ان انا احضر شرايح الفراخ المدخنه لان انا بحتاجها جدا للاولاد في حفلات المدرسه والديش بارتيز، وكمان بتنفعني جدا في اي يوم بكون مستعجله وملحقتش احضر غدا. بسرعه جدا بفتح علبه التلاجة واطلع منها شرايح الفراخ وبنعمل منها احلى ساندويتشات. شرايح الفراخ المدخنه فعلا بيطلع طعمها لذيذ جدا. ممكن تعملها بصدور الفراخ او بصدور الرومي، ودي هتغنيك عن كل الكولد كاتس اللي انت بتشتريها من بره. بفكرك ان كل الكولد كاتس هي سبب انتشار امراض السمنه عند اطفال كتير جدا، وان 45% من اطفال اللي بتعاني من السمنه هم بالفعل بيعانوا كمان من مرض السكري وكمان ارتفاع في كوليسترول الدم. شرايح الفراخ المدخنه واحده من اهم البدائل لكل الكولد كاتس، وكمان بتشرفني في اعياد الميلاد. بتطلع طعمها لذيذ جدا. كل اللي انا بحتاجه ان انا بجيب صدور من الفراخ او الرومي وبنقعها قبلها بيوم في محلول ملحي، وبحط عليها كل التوابل اللي انا استخدمتها دي. ولو عاوز الطريقه بالتفصيل اكتب لي تحت كومنت وانا هبعت لك الطريقه كامله بالظبط. وكمان بعد كده بدخلها التلاجة، وتاني يوم ببتدي ان انا اطلع الصدور وانشفها، وبعدين احط عليها توابل تانية. التوابل دي بقى بتنقلها في حتة تانية خالص، وفي كيس حراري مع خضروات. انا بستخدم الخضروات دي عشان بستخدمها بعد كده في شوربة، انت ممكن تستغنى عنها. وبدخلها الفرن في كيس حراري، وبعد ما بتخرج بدخلها التلاجة، وتاني يوم ببتدي اقطعها للساندوتشات.